السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الجمال وصباح العسل وصباح الهنا وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الحلويات، أجمل وأحلى أخوات في الدنيا. وحشتوني من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهاردة بقى راجعة لكم بآخر فيديو في توضيبات بيتنا الجديد، وعايزة أقول لكم بقى النهاردة خلاص كده عايزة يعني أوريكم بقى آخر تطورات بيتنا، وجايبة بقى شوية حاجات كده معايا، وقلت أخدكم معايا النهاردة نظبط بقى البيت كده ونفرشه. وخلاص كده اوعدكم ان احنا يعني مش هنتاخر بقى على بعض تاني، ولا اخر عليكم اي حاجه انتم مستنيينها مني تاني، علشان في ناس كتير قوي كانت بعتلي ايه يا شروق فين باقي الفرش والعفش والحاجات اللي انت هتعمليها، عايزين نخلص بقى. والله انا اكتر منكم نفسي اخلص، بس انتوا الغلطانين، يعني انتوا السبب. على فكره كان المفروض واحده منكم كده تيجي تساعدني، تقول لي يا شروق انا هاجي اساعدك، وتشمر ايديها كده وتشوفتي يعني نشوف كده بعضينا كده، ولا ايه يعني؟ ولا انتوا سايبين لي كده لوحدي ومحتاسه حوسه ما اقول لكمش. المهم غمضوا عينيكم بقى ويلا بينا ندخل كده الشقه ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه طبعا ما بتش في البيت، يعني انا كل دوت لو بعمل حاجه او بوضب حاجه بخلصها واروح البيت التاني. فدلوقتي بقى دخلت بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت كده الانوار زي ما انتوا شايفين. اول حاجه بقى انا بصوا مش داخله بايدي فاضيه عليكم. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى كده نفرش ونحط كل حاجه كده وننسق كل حاجه في مكانها. احلى حاجه اللحظه الاخيره دي، عارفين انتوا التاتشات الاخيره واللمسات الاخيره بقى، الستاره، المفارش، السجاده، الترابيزه، الكوشن. بصوا حاجات كتير قوي انا جايباها حلوه بقى تنطق الشقه، وان شاء الله النهارده كده نخلص كل حاجه ونظبط الدنيا تمام. بس قبل اي حاجه عايزاكم تحطوا لي لايك، وفي اللي احنا بنعمله ده كله عايزاكم تقولوا لي رايكم وكومنتات كتير 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 لكل اللي بيحب الشروق وبيحبني فينا في الشقه دي كده، والحاجات اللي احنا بنصورها الحلوه دي. تكتبوا لي تعليقات حلوه تقولوا لي ايه رايكم في اللي هتشوفوه النهارده، يعني على قد ما تقدروا تطبلوا، تعرفوا طبلوا لي النهارده. يلا بينا بقى. طبعا زي ما انتم شايفين انا جايبه بقى الزرعه دي، هناك طبعا في زرع كتير وغير الحاجات اللي على الروف في البيت اللي هناك، فانا جبت كده كام حاجه عشان تنطقها، ولسه في حاجات برده احمد هينزل يجيبها لي للزرع والطابلوهات وفي حاجات. يعني بصوا انا اللي عندي هحطه، اللي عرفت اجيبه قلت هفرشه النهارده ونظبطه كده تمام. بصوا انا هبتدي بقى عشان المفارش عماله تقع مني، انا بس عايزه اوريكم. جبت بقى مفارش حلوه وجبت سجاد حلو وبديل سجاد وحاجات بقى للمطبخ وللسفره عند السفره هنا وفي الريسبشن للركنه الجديده، وحاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم يعني. فانا بقى ايه، بصوا اهي هنا اهو جايبه حاجات برضو اهو، بس لسه ما فرشتهاش، هفرشها معاكم ونشوفها كده مع بعض. يلا بينا بسم الله. تعالي بصي هنا في امامه فولت والبيت طلع. تعالي بصي على مطلعه زغاليل صغيره. هاتي كده التليفون. يلا على العسل والجمال. متضايقهمش بقى وان ما حدش يخش البلكونه؟ لا ده بالذات عيالك دول لو عرف حاجه زي كده اصلا هيتسحبوا من ورايا، انا قاعده موجوده في اوضه الاطفال. اوعي تعرفيهم الله اكبر الله اعظم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خلص الاذان وكملي بقى انت، بس اوعي تعرفي عيالك. لا عشان ما يخشوش والله العظيم لو عرفوا. لا انا ما شفتش السجاد اللي انت جايباه على فكره. هوريهولك دلوقتي، بس انا عايزه امسح الارض كده مسحه حلوه علشان ايه يعني ايه مع السجاد يبقى كده كل حاجه تمام. ماشي يلا بينا. عشان بس السجاد انا طبعا بصوا مسحاه ومنضفاه معاكم، بصوا 100 100. طب انا قبل ما انزل بقى انت عايزه مني حاجه؟ عايزاه مني اعمله لك قبل ما انزل. هتركب لي بس كده هنا شويه حاجات في الحيطه ونظبط مع بعض. طب يلا بقى انجزي. بسم الله ما شاء الله عليهم بجد، اللهم بارك. يعني انا ماما تقول لي يا شروق البيت اللي بيبقى فيه مثلا حمام او حاجه زي كده بتاع، بتحس ان هو ايه يعني هو مرتاح ومطمن ان البيت ده فيه امان كده وفيه راحه نفسيا. فالحمد لله، هو حتى الحمام حتى والله بصوا شوفوا مرتاح له نفسيا. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، طبعا انا اخر فيديو كنت مصوراه معاكم وكنت غاسله السفره وغاسله الكراسي ودعكاها ومصبناها ومخليها زي الفل.
عشان بس نبقى واضحين كده مع بعض. ولكن دلوقتي انا يعني تحت السفرة بس كده الحتة الجزئية دي كلها اللي هي قدام الركن وقدام المطبخ كلها تراب بصراحة، بس هي مش باينة. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي كمية التراب اللي هيطلع. انا كنت عايزة اصبن الاول وامسح الارضية كويس علشان لما اجي افرش يكون كل حاجة على نظافة تمام. فدلوقتي بقى ما فيش حاجة هتبين ولا اي حاجة غير لما ايه تتنضف. فبصوا بقول لكم كل شويه اطلع تراب، شايفين كل شويه. يعني انا يعتبر كل لما باجي امسك الصاله كده اساسيا، بقت حاجه اساسيه عشان طبعا هي مش مفروشه. يعني هي ما فيش حد قاعد في البيت وانا ساعات بقفله مثلا حوالي يومين او 3 ايام او يوم عبال ما باجي تاني مثلا ممكن اصور. وساعات بتاخر، يعني انا ساعات بتاخر لان في حاجات بعملها، لان انا بكون قاعده هناك. وبصراحه كان في مدرسين بيجوا لنا هناك علشان خاطر البنات بقى ايه يتاسسوا شويه كده، فانا بادئه معاهم من حوالي من 10 ايام كده. فهنظبط بقى كده الدنيا مع بعض وندي الارض بقى مسحه كده وغسله نظيفه بالكلور بقى. وبصوا نخلي الارضيه تنطق كده وتقولي تسلم ايدك يا شروق فوقتيني والله. بس انا بقى هكون حريصه جدا على رش ودلدقه الميه عن العفش. يعني انا لسه مركبه الخشب الجديد ولسه مركبه وحاطه الفرش. فانا عايزه بقى اقول لكم ان انا عندي بلاعه في المطبخ، فانا الميه دي مش هخليها تتجر كده على الحمام وتبوظ معايا باقي الخشب وتخليه يعني مده عمره تقصر وبتاع، لا خالص. انا حريصه كده، هو بس شويه حبة مية صغيرين، والرغاوي دي اللي هي عارفة تريحني. بس يعني ايه، ريحوني وسيبوني اعمل الرغاوي. انا بس ايه، يعني الاول كنت بدلق ميه كتير وبخلي الارضيه دي بحر، ولكن لو تلاحظوا ان انا بصوا دي عباره عن رغاوي بس الميه قليله. بس في طبعا بقى زي مطرح بقى رجلينا في الراحه وفي الدخله وبتاع، وما دام خاصه الارض مش مفروشه فحتى لو انت غسلاها ومنضفاها والدنيا زي تمام، لو دخلت بس الاوضه ورجعتي تاني في الصاله هتلبخي. والله يعني ما تعرفيش. بس هو لازم كل حاجه كده تتفرش وتتصبن الاول. خدت بقى معايا المطبخ بالمره علشان خاطر بقى ايه يبقى هو كمان ندف. انا هفرشه انا كمان، يعني المطبخ هو كمان هيتفرش ويتظبط ويتروق عليه، اهم حاجه. ده اهم حاجه. خلاص. بصوا حتى كمان لو تلاحظوا انا مش سايبه ميه كتير. الاول كنت لما باجي مثلا اجر بالمساحه كده بيبقى في ميه كتير قوي ومغاوي وبتاع، لا كده الميه بتجري على المطبخ على طول على البلاعه هناك علشان ما فيش حاجه تبوظ معايا. تمام كده. بس بقى حطيت بقى شويه كلور في الميه وبالمقشه كده زي ما انتم شايفين، وكان في برضو لبان على الارض كده لازق اهو. بصي بقول لكم انا مش هدلدق على مش هدخل الميه على جوه، انا ادخلها في المطبخ في البلاعه هناك وبس على كده. بس شايفين بقى الميه لونها عامل ازاي. كان لازم ان هي تدعك وكانت لازم ان هي تتمرش. انا في بدايه الفيديو اللي يشوفوا يقولوا وانا مثلا بشيل السفره وهكنس وامسح تحتيها هيقول لي ايه ده يا شو انت بتهري، يعني الشقه نظيفه. لا خالص. شايفين بقى الميه كانت طالعه من الصاله ومن المطبخ عامله ازاي. بصوا بقى الشباك دوت، طبعا انتوا اول مره في متهيألي تشوفوه. الشباك دوت ورا المكان اللي هو التلاجة. بس انا طبعا خفيع ويعتبر قافلاه مش بستخدمه خالص. انا طبعا فاتحه شباك تاني اللي انتوا شايفينه بتاعي دوت اللي انا حاطه عليه الستاره برفعها. لكن ده قافلاه لان ده على المنور بصراحه وبيطلع ريحه مش حلوه. فانا رحت قافلاه ومدارياه بالتلاجة بتاعتي. يعني أنا لما بجيب التلاجة ان شاء الله هجيبها في اليومين دول. يعني خلاص هو النهارده الاربعاء، بكره خميس والجمعه، وان شاء الله يوم الحد المدارس بتاعته. تمام. بس انا هنا بقى رحت اطلع فوق الرخامه وقلت بقى ايه ما بديهاش الارفف اللي فوق دي، ما كنتش طايلوها المره اللي فاتت او نسيتها. فقلت لا بالمره بقى المعها كده وخليني بقى ايه اخلص كل اللي ورايا. طبعا الارفف اللي فوق دي كانت نضيفه بسم الله ما شاء الله. يعني انا كنت مروقاها وبصوا مصبنه المطبخ ده من فوق لتحته. ولكن الشباك بقى اللي جوه دوت مع الحيطه انا كنت ناسيها بصراحه. طيب هتعملي بقى ايه دلوقتي يا اوشا؟ اقول لكم. هنا احمد بقى قلت له بقول لك ايه، انا عايزه اعمل اي ديكور كده مختلف او اي حاجه تشد اكتر. قال لي اكتر؟ قلت له يعني انا عايزه حاجه هنا في المكان دوت تهتمي لي بيه بعد اذنك. طب هتعملي ايه؟ قلت له عايزه اركب هنا طابلوه. قال لي طابلوه؟ قلت له هو دوت هو. هتشوفوه دلوقتي. بس هو دلوقتي بيعمل ايه، بياخد بس كده المقاسات الاول عشان خاطر بقى ايه يظبط كده ويحط اللزق او يعمله بالشنيور بقى يخرم له خرم. انا كنت بقول له حط لي لزق ولزق، قال لي لا اللزق بيبوظ الحيطه زي ما بوظتيها المره اللي فاتت وجبت عم علاء بدل ما كان يدهن لي حيطه دهن لي الشقه كلها. فارحميني يرحمك ربنا. قلت له ماشي. فزي ما انتم شايفين بقى خرمها لي كده وكان بيظبط كده المقاسات بتاعتها كويس بالمتر.
تمام. وراح بقى ايه خرم الخرم ده بالشنيور كده، وهو ده التابلو اللي انا بقول لكم عليه اللي هحطه كده. بس هو بيظبطه اهو. والنيش بقى انا هفرشه مع نفسي، اللي انا كنت منضفاه وشايله التراب اللي فيه ومنضفه الارفف كلها، بس انا كنت مفضياه وشايله الكاسات حطاها في الرف فوق في المطبخ في الدور اللي فوق، رحت حاطه السلم ومطلعاه لفوق. ولكن بقى في حاجات عايزه افرشها فيه، حاجات كده مختلفه انا كنت جايباها له، فقلت بقى هبقى افرشها واحطها في الاخر. بصوا بقى ده كده كان شكلها. احمد بقى بيقول لي اي خدمات اي حاجه انت عايزاها قولي لي، سلام عليكم، راح واخد بعضه ومشي. هو بس كان قاعد معايا لحد ما انا خلصت كده الكام حاجه اللي هو يعلقها لي ويعملها لي بالشنور، لان انا ما بعرفش بصراحه. كتر الف خيرك يا عم احمد وتسلم. هو بقى بصوا التابلو، عايزه اقول لكم ودى المكان ده في حته تانية خالص. انا المكان دوت مهتميه بيه جدا 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 بقلبي، عشان ده الجزء بتاع المطبخ وجزء الحلويات والحاجه اللي بصوا اللي هي بتبقى فيها راحه نفسيه كده. فقولوا لي بقى ايه رايكم في شكل التابلو، وتعالوا بقى ايه ما افرش لكم الحاجات اللي انا جايباها. ثانيه واحده. بصوا بقى الحاجات اللي انا جبتها جديده للمفارش. ما دام في ركنه جديده يبقى في مفارش جديده علشان البيت كده ينطق ويبقى حلو، فانتوا تقولوا لي برده رايكم. بصوا انا جبت بقى بديل السجاد. الله بصوا قولوا لي ايه رايكم في شكله. تمام. الخامه بتاعته حلوه قوي، وانا بصراحه ما عنديش يعني انا ايه ما عنديش الدرجه دي يعني من الدرجات بتاعه المفارش والكلام ده كله. فكل اللي عندي فواتح فواتح فواتح. ماشي. عندي بقى ايه السجاده دي جايبه اتنين، جايبه منهم اتنين. واحده للسفره والتانيه اللهم صل على النبي للركنه جوه. تمام اهي الاتنين زي بعض، وجايبه برضو واحده للمطبخ عندي جوه اهي. بصوا بصوا نطقه كده وتحس ان هي يعني بارزه، هتبرز الشقه والمكان، هتبص هيوديهولي في حته تانية خالص. درجه حلوه قوي بصراحه، وهتليق بقى معايا مع الديكورات والفرش والركنه والبيبان والتابلو. انا هوديلكوا الشقه دي في حته تانية خالص. مش انتوا بتحبوها وبتحبوا تشوفوا فيها الحاجات الحلوه اللي بنعملها دي؟ انا اوريها لكم بقى دلوقتي اهي. خلي دي بس كده، دي هفرشها انا اهو. تمام. بس بالطول بقى ولا بالعرض؟ هخليها بالطول. تمام هخليها كده بالطول عشان خاطر السفره لما تيجي عليها اهي. يلا بينا بسم الله. حطها كده والمقاس بتاعها مظبوط 100%. بصوا المقاس بتاعها مظبوط 100%. اهو فرش بقى بس كده كده تمام وزي الفل. هاخد بقى دي عشان هحطها هناك. لا بس استنوا نسيت اوريكم بتاعت المطبخ دي اهم حاجه. السخبيه رايحه فين؟ بصوا بقى طبعا في البيت اللي انا جايباها منها دي كان في درجات كتير قوي، الوانات بقى واشكال ورمادي والاسود، بس انا انتوا عارفين الخشب بتاع المطبخ بتاعي لونه يعني لونه بني، فانا بقى ايه اخترت معاه. بصوا بقى الجمال والحلاوه. ايه رايكم؟ كلموني على فخامه الفخامه بديل السجاد دوت للمفارش بقى، كل حاجه للمطبخ والركنه والسفره. قولوا لي ايه رايكم في ذوقي. انا طبعا انتوا عارفين ازاي يعني اختياراتي مدمره حياتي بس انتوا ذوقكم طبعا احلى مني بكتير وقمر. دي بقى انا جايباها بس طبعا بقى ايه فلتت مني سيكه. ليه؟ انا المقاس بتاعي هنا اتلخبطت واديت لها المقاس بتاع المطبخ بتاع الشقه الثانيه، فدي هتيجي صغيره شويه العرض بتاعها، فانا ايه هلمها كده. وتعالوا بقى ايه نفرشها عشان انتوا مش شفتوهاش في المطبخ. انا طبعا هنا لمعت الدنيا واديت مسحه حلوه وكل حاجه نورت كده. يلا تعالوا بقى نفرشها. بصوا اهي قولوا لي ايه رايكم. بس كده شكلها شيك جدا بصراحه. طبعا كلموني على الحلويات والشياكه، لايقه جدا بصراحه في المطبخ. تمام اهي حلوه قوي، لايقه برده مع كل حاجه. وهنا بقى بتاعت السفره هطلع افرشها بره. طبعا لسه بقى اما افرش هناك اللي احط الغساله والتلاجة بتاعتي، هتبصوا المطبخ بتاعي يرجع تاني واحلى من الاول كمان. جبت برده كمان المفارش دي، ده الكافي كورنر. ايه كنت اقول كافي كورنر. بصي دي مفارش اللي هي المناديل والحاجات اللي هي بتبقى بتتحط كده على المسالك. تمام اهي كذا واحده. طبعا بيبقى فيه بقى على الفيديو دي اشكال كتير والوانات كتير، طبعا على حسب ما تحبي وعلى حسب درجه الركنه بتاعتك او الانتريه. في عندها مفارش ركنه ومفارش انتريه.
تمام، من عند يويو ستور. بصوا بقى دي بقى هحطها هتودي الركنه في حته تانية خالص. انا عايزاكم النهارده كده تطبلوا لي، عايزه اسمع احلى كومنتات واحلى مبروك يا شوشو. بصوا ده كمان مفرش اهو، ممكن احطه على السفره، ممكن احطه على البوفيه، ممكن احطه على الباف بتاع الركنه، كل دوت. طبعا مش هتعرفوا تشوفوه دلوقتي، انا عارفه انا هاخده كده هروح افرشه هناك انا عندي في الركنه. يلا تعالوا. انا النهارده لازم تقولوا لي رايكم، ضروري 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 في اخر الفيديو هستناكم تقولوا لي ايه رايكم بجد والله العظيم. لان بصوا الحاجه لما باجي اجيبها واشتريها ببقى عارفه ومتاكده ان هي هتعجبكم، فببقى عايزه برضو اللي هو بشجعكم اقول لكم قولوا لي وبتاع ومتحمسين. انا حتى لو انا من غير يعني من غير ما اقول لكم انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي في الكومنتات. تمام بس كده. طبعا بقى رحت بقى حاطه كده فرشه بديل السجاد والسجاد بتاعي في يعني انا كنت قاسمه السجاد بتاعي هنا في الشقه وهناك في البيت التاني، ولكن طبعا باختلاف المقاسات، لان في اللي هنا في المقاس مش هيبقى محطوط هناك صح مظبوط هناك، واللي هناك كذلك نفس النظام عكس هنا. فهنا بقى رحت جايبه مقاس مختلف تماما زي اللي بجيبه كل مره. بصراحه انا عندي كذا واحد بديل من السجاد، ولكن هو بديل السجاد دوت حاسه هو مميز دلوقتي كده ومختلف خالص عن اي حاجه تانية. ليه؟ اقول لكم زي ما انتم شايفين انا عندي الارض فاتحه والركنه فاتحه وكل حاجه فاتحه، ولكن هو دوت اللي نطق كده كل حاجه. بصوا بقى رحت بقى ايه فرشه كده المشيتين قصدي السجادتين قدام. واخر حاجه بقى المفارش دي بتاعت الركنه انا جبتها كده عشان احطها على الشيلت زي ما انتم شايفين، علشان طبعا تحافظ بقى معايا مطرح البنات وبتاع، ويوقعوا حاجه يحطوا رجليهم لو ماشيين كده، يعني برضو يحافظ برضو على الركنه شويه. تمام. انا اخترت اللون دوت اللي هو اللون البيج، يبقى لايق يعني درجه افتح شويه من الدرجه اللي انا بتاعت الركنه عندي. بس كده. هي طبعا بقى هو بيبقى طقم كده كيس، بيبقى فيه مناديل، بيبقى فيه ساعات بيبقى فيه كوشنز لو انتي طالبه عايزه مثلا حابه كوشنز تزودي بيبقى فيه كوشنز. ليه؟ بيبقى فيه رانل كده، بيبقى فيه مناديل حاجات تحطيها على الكنبه عندك او الصالون او الانتريه او الركنه او ايا كان مثلا انتي حابه تحطيه. تمام. واليونت بقى بتاعي طبعا انتوا عارفين اليونت اللي هو مكتبة الشاشة، انا عندي مكتبتين الاتنين هناك في البيت هناك، ناقص بقى ان انا ايه اجيب واحدة منهم، بس انتوا عارفين ان انا عندي الابيض والبني. انا بقى يعني في عربية كده ان شاء الله بكرة جايالي هتلم بقى ايه حاجات كتير كده، انا ان شاء الله يعني هتشوفوها على جديد على حاجات انا عندي، فهتشوفوا بقى. فالمهم رحت انا حاطه كده الكوشنز كده زي ما انتم شايفين، زي يعني ايه قال ايه ان انا حاطه كوشنز مش مشكله، قال انا بضحك عليكم كده نعديها. الكيش قال لك اتصرف، فانا اتصرفت قلت بقى يلا مش مشكله اهو، حطيتها كده زي اكنها كوشنز الكيس بالتلبيسه بتاعتها. فاضل بقى المخدات طبعا عشان المخدات كلها كانت معموله فواتح، وانا بحب ان انا اكسر حاجه، يعني ما بحبش ان يبقى كله درجه واحده، لا يبقى في حاجه مثلا كده كسر شويه. احلى حاجه يا جماعه في البيت وفي اللي احنا بنعمله ده كله التجديد والراحه النفسيه. حتى والله لو بتجيبي طقم جديد كده، طقم مفارش للكنب يا ستي، سجاده جديده بديل سجاده جديده ستاره، بتفرحي بيها قوي وتبقي حاسه ان انت البيت كله عندك جديد، وبتبقي حاسه ان انت عايزه تعزمي الناس كلها عندك وتجيبي الناس كلها عندك وبتبقي فرحانه. يعني دي حاجه كويسه بصراحه، اي ست كده بتبقى حاسه ان هي بيتها ده هو مملكتها، فعايزه تعمل كل حاجه فيه، سواء بقى صغير كبير وسط على حسب طبعا كل واحده. ولكن احنا طبعا بنختلف، يعني احنا كل واحده بتختلف ظروفها عن التانية، عن دي حالنا كل حاجه بتختلف عن التانية. ربنا بيقسم الارزاق بيدي كل واحد على قد نصيبه، فنقول الحمد لله والحمد لله على كل حاجه. زي ما انتم شايفين بقى رحت اخر تاتشايه كده واخر لمسه، عايزه بقى ايه احط الشجره دي زي ما قلت لكم هناك عندي كذا واحده، بس هنا بقى مفيش اي حاجه، فرحت حاطه الزرعه دي اللي هي بتاعت شجره الزيتون، ورحت برضو حاطه البف كده زي الترابيزه يعني مؤقت عبال ما اجيب ترابيزه. عندي برضو ترابيزه هفرشها جايه من ضمن العربيه اللي بقول لكم عليها، فيها اجهزه وفيها حاجات وبتاع. بصوا الشقه بقت عروسه، بقت فعلا حقيقي حقيقي
اللهم بارك. يعني عايزاكم تقولوا لي كده في الكومنتات الف مبروك يا شروق، وتحيه كبيره قوي بقى ان احنا هنا رجعنا بيتنا والحمد لله بقى شكله كده مميز ومختلف، وقدام بقى ان شاء الله يبقى نظبط كده احنا مع بعضينا. اهم حاجه ان انا خلصت ومفيش بقى لا كنس تاني ولا تراب تاني ولا صنايعي داخل ولا بتاع خارج، لا هو بس شويه حاجات كده انا هجيبها وهنحطها وبس، على كده تمام وزي الفل. قولي رايكم بقى، قولي رايكم. حاسه ان هي بقت شقه عروسه، خاصه بديل السجاد لما اتفرش اللون الغامق في الفواتح في اللي احنا عاملينها في الشقه بانت اكتر. تمام، فانا ما كانش ينفع احط فواتح مع فواتح. ده بقى كان فيديو النهارده، ولو هتسالوني جايبه بديل السجاد منين يا شرو، هقول لكم من عند يو ستور. هحط لكم اللينك بتاع البيج بتاعتها تحت في اول كومنت مثبت. عايزه بقى تطلبي بديل سجاد، عايزه تطلبي مفارش، عايزه تطلبي ستاير، انا واخده من عندها برده ستاير، بس الستاير لسه هفتحها، انا شايلاها في الصحاره بتاعت الركنه عشان خاطر لما يجي احمد هيحطها لي بقى ويركبها لي. تمام، بس كده يا رب بقى يكون الشقه عجبتكم وفرشها وتنسيقها. انا بقى سايبه الدلع والحلويات دي تدلعوني تحت في الكومنتات. عايزه اقول لكم ان انا بقى ايه عباية ازاي، مش عباية، ده الرست بتاعي خروج، ويعني مش مشكله، انا مسحت بيه وصبنت بيه وعملت بيه حاجات، بس تمام. خلاص بقى اخر حاجه بس قلت لكم بس ايه، جوعنا بصراحه وانا واقفه من الصبح عايزه اعمل الاكل للعيال. جوجو كنتي معايا. بصوا بقى فراخ مشويه، يعني احنا هنا بصراحه لما بنكون في الشقه قاعدين بنعمل حاجه بنوضب او كده، يا اما كشري يا اما فراخ مشويه، بس الاغلبيه كانت كشري سندوتشات كده يعني. بسم الله. نطلع بقى السلطات. انا حاسه ان انا فرغت وخلاص يعني بجد والله. نفتح بقى السلطه اهي. بصوا يا سيدي، يلا الف هنا وشفا. يلا افتحينا بس. يلا يكون انتي وجنى. يلا اقف، يلا عشان ناكل ماما. الشوربة بجد الشوربه ما بتبقاش حلوه اصلا، هي سبحان الله مش موجوده. لا أنا عاوزة الشوربة. مفيش شوربه. أنا عاوزة الشوربة. لا مفيش شوربه. جوجو ماما يا لهوي، اسمروا يا جماعه هناك من البسين. يلا يا لولو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وما تنسونيش في اللايك والشير للقناه. مع الف سلامه. نضف كل حاجه كده. يلا نشوفكم على خير بقى، مع الف سلامه.